ودي مشكلة كبيرة جدا الحقيقة. يعني الزمالك متصدر الدوري العام على الأهلي وعلى بيراميدز. شيء غريب جدا الحقيقة، بإمكانياته بظروفه بوضعه بكل المشاكل اللي فيها الزمالك يبقى متصدر الدوري العام في الجولة ال 17، يعني بعد 17 ماتش. يعني الحقيقة أنا هقول لكم على إحصائية بسيطة تفهموا قد إيه في مشكلة. الأهلي القيمة التسويقية بتاعت لاعبينه 43 مليون دولار. بيراميدز القيمة التسويقية بتاعت لاعيبته 23 مليون دولار. الزمالك القيمة التسويقية بتاعت لاعيبته 12 مليون دولار. طب 12 مليون دولار بتوع الزمالك تحط عليهم 23 بتوع بيراميدز يبقوا كام؟ يبقوا 35. طب الاهلي لوحده القيمة التسويقية بتاعت لاعيبته 43، يعني اكتر. الاهلي الثالث والزمالك الاول. يعني مفيش تعليق غير انه لازم يبقى في عداله في الكوره في مصر. جمهور الاهلي مش عاجبه اداء الاهلي. انتوا عارفين مش عاجبكم ليه اداء الاهلي؟ لانكم عارفين ان كل حاجه متوفره للفريق ده. اعلام بيدعم، اتحاد كوره بيدعم، دوله بتدعم، تحكيم لمصلحتكم، فلوس. يا راجل ده مفيش اعلانات في مصر في رمضان. على رأي واحد قال لك في رمضان غير لعيبة الاهلي ورئيس نادي الاهلي. يعني فلوس بس، ادوهم فلوس على قد ما يقدروا، على قد ما هم عايزين، مع ذلك الاداء سيء. عشان كده الجمهور زعلان. الجمهور مش زعلان عشان انت التالت. لو انت بتلعب كويس واحسن من الفرق التانية مش هيزعل، حتى لو انت التالت. هو زعلان عشان هو انت ناقصك ايه عشان تلعب كوره؟ انا اقول لكم ناقصهم ايه عشان يلعبوا كوره؟ ناقصهم العداله، لان الظلم عمره ما يبقى شكله كويس حتى لو كسب. الظلم عمره ما يبقى شكله كويس حتى لو كسب. لازم يبقى شكله وحش، لازم يفضح نفسه. يعني انا مش عايز اطول في الموضوع ده لانه يعني شائك، لكنه انا هتكلم برضو على ماتش بيراميدز وغزل المحله. ماتش بيراميدز وغزل المحله الحقيقه ناصر ماهر بيعمل مفاجاه الحقيقه. ناصر ماهر وحامد حمدان الحقيقه الاثنين لعيبه المفروض ان هم لسه جايين في الشتاء على شاكله كاموش في الاهلي وعلى شاكله بن رمضان. المفروض يعني الصفقات اللي تدفع فيها بالدولار دي تدفع فيها فلوس يبقى لها مردود، لكن هي ملهاش مردود. في الاهلي ملهاش مردود، في بيراميدز لها مردود. حامد حمدان بيعمل اسيست رائع لناصر ماهر وبيحرز ناصر ماهر الهدف الاول. الهدف الثاني برضو من اسيست المهند رشين مصطفى فتحي. مصطفى فتحي الحقيقه لعيب ممتاز. مصطفى فتحي لو وانا بتكلم عن مصطفى فتحي في ال10 سنين الاخيره هو لعيب هايل، بس لو قوي بدنيا كان يبقى احسن لاعب في مصر. مشكلته انه هو ضعيف بدنيا، لكن هو لاعب رائع الحقيقه. وجون رائع، حط جون رائع الجون الثاني. غزل المحله كان تعادل 1-1 في الشوط الاول. بعد كده حمد مصطفى فتحي احرز الهدف الثاني، ومايلي في الدقيقه 90 قدر يحط الهدف الثالث، وانتهى الماتش 3-1 لصالح بيراميدز. وكده ترتيب الدوري العام: الزمالك في الصداره 37 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني 36 نقطة، الأهلي في المركز الثالث 35 نقطة، وسيراميكا في المركز الرابع متساوي مع الأهلي في النقاط. وبشوف إنه كده يعني الترتيب ده كاشف جدا للكرة المصرية وكاشف ل